السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الاسعار: الشكاره الصفراء 350، الشكاره الحمراء 290، الام 450، الذكر 450. جزاكم الله كل خير. خش يشوف الفيديو. اللي عايز اي حاجه يوم الحد، نقله الحد بتوصل على الدائري القاهره، بنجيب لك الحاجه لحد عندك ب 200 جنيه، او الجيزه دائري الجيزه. والناس تشهل مع الباشمهندس عمرو برضو، ما توقفوش كتير او كده عشان تستلم حاجتك. رقم الحجز 010 64 61 977 1. السلام عليكم. خش شوف الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله. جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التليجرام، أبطال البث المباشر، ربنا يدوم بينا المعروف والمحبة في الله. جزاكم الله كل خير. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. بحبكم جدا في الله. عندك قناة أرانب الخير في كل بيت، حاول تتابعها تستفاد جدا. التربية الأرضي. والفيديو النهاردة إن شاء الله بيتكلم عن التربية الأرضي. البني آدم ممكن يتنازل عن بعض الحاجات لأن بتبقى أنت واخد المنهج القاسي شوية، فأنت من متابعتك للحياة ومع الناس بتلاقي الناس ساعات في ظروف بتضطرك ان انت مش بتغير مبادئك، لكن بتتغير للأحسن حسب الظروف اللي موجودة. يعني ايه الكلام ده يا شيخ سام؟ طبعا انتوا عارفين انا ضد التربية الارضي نهائي نهائي. بس دلوقتي انتوا شايفين في ناس يعني مش هيقدر يجيب بطارية، نفسه يربي ارانب. فدي سلسلة نفسي اربي ارانب يا شيخ سامر. اعمل ايه؟ نفسي اربي ارانب، بحب الارانب، اعمل ايه؟ فانا هقدم لكم سلسله بسيطه طيبه ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا في رمضان. نفسي اربي الارانب يا شيخ سامر، اعمل ايه؟ اول حاجه هنتكلم فيها في اول فيديو عن التربيه الارضي. يعني ايه التربيه الارضي؟ شوف لسه انا يعني شوف الارنب عمل فيها ايه. لا يعني الواحد بيتعذب، عامل زي الشضاليه. المهم عايز اربي يا شيخ سامر بس امكانياتي محدوده. امكانياتي محدوده. هنبتدي بالتربيه الارض دي بالامكانيات اللي محدوده، وبعد كده نخش نتطور في السلسله اللي هي عايز اربي ارانب يا شيخ سامر. هنتطور في السلسله دي ان شاء الله، ونبتدي نتكلم كل حاجه عن الارنب. اي حاجه تتخيلها في الارنب هتبقى سلسله. اللي عايز يوم يتفرج عليها الم لك الفيديوهات كلها اللي عندنا. خلاص طيب. نفسي اربي يا شيخ سامر ذكر وانتيتين او 3 نوتي وذكر في البيت، يا رب حتى اكل منهم، او انا بحب الارانب او ارزق منهم. في اصول لن تتعداها، ثوابت في شغلة الارنب، ان كان في بطارية او كان على الارض. هي ازاي ابدا بالارنب الجيد؟ يعني انا ما ينفعش اروح اجيب ارنب تعبان ان كان في بطارية او كان على الارض. ما هو ارنب تعبان يبقى انا اصلا رحت اشتريت شويه مرض، صح ولا لا يا حبيبي؟ يبقى انا مش رايح اشتري مرض، انا عايز ارنب فايق فايق، صحه، الله اكبر، صحه قوي بيهيديني. الارنب ده عباره عن ايه؟ حاجه منتجه. طب انت جايب دلوقتي انتاج او زي موتور عربيه تعبان، ما هو انت هتقعد تصرف على موتور العربيه ومش هيشتغل. برضو الارنب لازم يبقى صحه، لازم يبقى شاب، ظهره جامد، ودانه نظيفه. قلنا قبل كده مفيش عرقوب. ده ذكر اهو لسه عيل اهو، خصيتين ما شاء الله وشغله، كف رجله ما شاء الله. ارنب كده انت ذات نفسك اصلا تحبه. فاهم الفكره؟ فانت عايز تربي ارضي، نتكلم في الارض لازم تنقي الاول ارنب كويس. شاكرين يا استاذ عاطف، قصدي يا خالد، منور ابو الدفافيس. ماشي. اولا تجيب ارنب كويس، ما تجيبش سرده، ما تروحش تجيب من المحلات، ما ينفعش الكلام. خلاص طيب. تاني حاجه الاهتمام الجيد. لازم يكون عندك حاجتين.
الديزانون اساسي اردني اساسي عندك دايما، لان انت علشان نزلت على الارض فهتهتم اكتر من البطاريات. فان كنت انت بتنظف وبتحرق مثلا كل اسبوع وبترش، لا فعلى الارض كل 3-4 ايام. ما هو انت علشان انت ايه ما هو انت في البطاريه فوق، فانت محمي شويه. فالزتونه بتاعت التربيه الارضي النظافه الجيده قوي، على قد ما انت قادر ما تسيبش حاجه، على قد ما انت قادر. فانت هترش دايما. هو ده ايه؟ هو الدكر بيعمل كده بجد؟ ده يهد المزرعه. انا بحسب ابو امنيه، بس ابو امنيه اليومين دول مش مظبط. ما علينا. ما تسكت يا ابني، ما تسكت. اذبحوا يا عم، اذبحوا. والله انا السنه كنت عايز اعمل ايه. طيب فالتربيه الارضي عايزه اهتمام كويس، وعايزه تكون انت بتحب الارنب. ليه؟ لان انت لو بتحب الارنب هتبقى متواجد معاه دايما كتير، صح ولا لا؟ هتبقى متواجد معاه دايما كتير، فهتعمل ابداع. ازاي؟ هتشوف حاجه كده تقوم منظف، تقوم مغير الميه. انت فاهمني ازاي؟ الواد ده اللي عايز ايه؟ الله يرحمه. ده اللي عايز يلقح. عايز ايه يا حبيبي؟ ما شاء الله. ماشي يا سيدي. تهتم بالنظافه، التهويه الجيده، خلي بالك الارض تبقى نظيفه، انت فاهم؟ ترش ديزانون، واهم حاجه كمان البكتيريا. يبقى عندك فاركون اس. وتعمل بقى ايه؟ الله اكبر. ليه؟ عايزينه. ها؟ عايزينه هناك بره. المزرعه الثانيه عايزاه. طيب ماشي. يبقى التنظيف، تهويه، تكتمش الارانب، ما تسيبش المكان وسخ، لان انت بتعوض السلاكه وشغل السلاكات بالنظافه وبالتهويه. هات لك 3-4 ارانب، اعمل لك طوبتين، هات لك زير حطهم، ترضع رضاعه حبيسه. لازم تعزل الذكر لوحده، لازم تعزل الذكر، ما تسيبليش الذكر والنوتي على بعض. يبقى الذكر هتعمل له مكان جميل كده لوحده على الارض، وتحوط عليه، ويبقى في المكان مكان واسع. برضه لما تيجي تلقح تقوم واخد النتايه، شغل السلكات وشغل المزارع بس على الارض. تقوم واخد النتايه وتقوم تروح تديها للذكر. طب الذكر لقح، تقوم في الكراسه عندك يا ابني اشتغل صح بقى، مش ارض بقى ايه. اصل انا بشوف الناس بتقول لك ايه، انا سايب الذكر والنوتي مع بعض بقالهم شهرين وما فيش حاجه ولدت. ما هو طبعا مش هيولدوا. هو انت شغل التهجيص ده ما ينفعش. احنا عايزين ناكل عيش. افرض الذكر في حاجه، افرض النتايه ما مسكتش، ما بتقفش يعني لازم تشوف بعينك. فانت لقحت النتايه من الذكر، تقوم واخد الكراسه وكاتب النهارده انا لقحت النتايه دي يوم كذا. بتعلم الجس في الفتره دي. في الاول اتعلمت الجس 10 ايام وجس. ايه المشكله بقى؟ انت لسه مبتدأ 3 اسابيع والجس، بعد كده تنزل لما توصل ل10 ما تقلش عن 10. خلاص النتايه ولدت. في مشكله بتقابل الناس اللي بتربى على الارض كبيره، يقول لك يا شيخ سامر النوتي ايه؟ ما هو دي اتلقحت ودي اتلقحت. النوتي دي نتفت، دي نتفت ودي نتفت في نفس المكان. طب ما الاثنين هيولدوا على بعض، والنتايه ولدت ودي ولدت، والذكر خرج وموت العيال، ودي النتايه دي دخلت موتت العيال. طب ليه؟ ما سهله، ما ترضع رضاعه حبيسه. يعني واحد بيكلمني يقول لي يا شيخ سامر ان دي نتفه ودي داخله تنتف عليه. طب خلاص يا سيدي سيبهم، دي ولدت اعرف اللي ولدت، دي ولدت اقفل عليها واحط شويه قش فين في الزر التاني، واقفل عليها بقى بايه؟ بحجر، بطوبه، بس يبقى في تهويه عشان الهواء، حاجه بسيطه كده، يبقى رضاعه حبيسه. لو عايز تشوف الكلام ده ممكن تشوفه على قناه ارانب خير في كل بيت. عملت الرضاعه الحبيسه جوه الزير او في الزير. بس يا ابني بقى يا ابني. ماشي؟ يبقى انت بتتخلص من المشكله. انا بقول لك مشاكل التربيه الارضي لو عايز تربي، بس تعمل اللي انا بقول لك عليه. اهتمام بالنظافه، التهويه، الذكر لازم يبقى لوحده. النوتي لو هتولد يبقى انت حبيبي لازم تعمل ايه؟ رد. يبقى لازم ترضع رضاعه حبيسه. ليه؟ هي عافيه؟ لا، علشان لو دي ولدت، طب ما هي دي والده، هتقوم بعدها بيومين 3 ولا كام يوم النتايه الثانيه والده، ما انت سايب بقى الدنيا بايظه.
تقوم داخله والده على دي او مموته عيال دي او ضاربين بعض او يبقى انت اللي خسران. وبعدين يا سيدي ده هم 15 او 20 يوم يا سيدي، بتقفل الباب بتدخل النتايه مرتين في اليوم وشكرا على كده. النتايه التانيه بقى لو هي عايزه تنتف معاها ولا بتاع، باخد الشعر بتاعها واحطه في الزر اللي جنبها او المكان اللي جنبها وشويه قش والدنيا تبقى جميله. فهمت؟ يبقى انا عندي مشاكل اساسيه بتفاداها، اتكلمت فيها خلاص. ركز معايا في التربيه الارضي. بعد كده لما ربنا يكرمك وتبقى الدنيا جميله معاك، طبعا الاهتمام بالاكل، ما تخليش الاكل بقى الارنب يتبول، لا، حاول ان انت تعمل له حاجه نظيفه كده يحط فيها. ويا ريت تعمل مثلا جردل بخط ميه، بلاش الميه اللي هي فين في حله ولا ميه في بلاستيكيه ولا الحاجات دي اللي ممكن الارنب يتبول فيه. فانت ممكن تشتري خط ميه وتركب فيه كوع وتقوم معلق جردل تحط فيه الميه يبقى بنبل، يبقى الارنب هيشرب من زي السلاكه في النبل كده زي ده. هتجيب خط ماشي، خط وتركبه بارتفاع مثلا 10 سنتي من على الحيطه. يعني انت هتركب الخط بارتفاع 10 سنتي من على الحيطه، وتقوم مركب فيه كوع بخرطوم وتعلق الجردل فوق شويه. انت لسه ده اللي عورني الندل ده. خلاص فهمت؟ يبقى احنا تتفادى مشاكل ما تروحش تجيب بقى تجيب برضه حبيبي علف كويس، ما تروحش تجيب برسيم وتقول انا بربي ارض وبهو ارمي برسيم. ما ينفع بس يا ابني، ما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها تاكل برسيم. ممكن ان انت تعمل بقى، ممكن ان انت تجيب مثلا يعني البرسيم وتنشفه، تغسله الاول ميه بخل وتنشفه وتحطه في الشمس وتديهولهم كده دلع. ممكن مثلا شويه قشر برتقان، مفيش مشكله. اي فاكهه خضار، بس اغسل الحاجات دي واكلها لهم، بس مش بكثره. تربيه طبعا زي ما قلنا لازم اليود، الديزانون اول حاجه، اليود ده اساسي 5 سم على لتر الميه. لازم كل حاجه ترش ونظف رشه، اهتم بالنظافه دايما. وما اعمل لك مثلا نص لتر ميه كده عليه نص سنتي ديزانون، تقوم ماسك القراب جايبها من على الارض، تقوم مغطسها كده كل 3 ايام 4 ايام، مغطس رجليها عشان وتقوم ماسك مناخيرها كده ودانها ومنضفه، عشان ده هيخلي ما يجيلكش جرب. لو دخل عندك جرب هيتعبك. كوكسيدا وكوليسترول انت بتقضي عليها باليود عشان تحافظ على شغل اللي عندك والرزق اللي عندك. لو انت ما معكش فلوس تجيب بطاريات او عايز تربي وبتحب الارنب ونفسك تربي ارنب، تعمل لو انت يعني ما انتش قادر، عايز على قد الارنب بس، خلاص هات اليود، هات الديزانون، هتجيب شكارة علف نظيفة، طبعا علف يكون نظيف، وام وثلاث 4 امهات ولا حاجه وذكر وبس. زي ما قلت لك الذكر لوحده، الامهات والرضاعه والكلام ده كله. وربنا يكرمك بقى يطلع الفطام، تفتح عليهم بقى المكان بتاعك كده يطلعوا. تخلي بالك من الاكل وتلوث الاكل وتلوث الميه. ربنا يكرمك يا ابني، ما فيش مشكله. رب ارضي، كلنا ربنا ارضي يا ابني في الاول، وبعد كده بنتطور. انا عايز، انت عارف الغرض، والله الغرض ان انا اشجعك. يعني نفسي الناس كلها تربي ارنب، حتى ولو في البيت. انت هتجيبه مثلا يلهيك عن مشاكل كتير، تقعد معاه يبعدك عن بلاوي او صاحب سوء او كده. صاحب الارنب احسن. وكمان حاجه، احنا كلنا مجرحين يا ابني، حاجه تجيبها تاكل منها يبقى انت عملت حاجه. جبت ارنبين ذبحتهم، اليوم بيعدي والدنيا تمشي. فاهم الفكره؟ فالله المستعان. جزاكم الله كل خير. دي ان شاء الله سلسله اقدمها لكم في رمضان. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم كل انت لسه ما لقحش ولا مره، لسه شاب صغير ده، ما شاء الله. لقح يا عم. لك شوف شغال. الارنب لازم يبقى حلو كده، ولازم يبقى دمه خفيف. اوعى تفكر ان الارنب الكبير ده ميزه، لا مش ميزه ولا حاجه. خلاص يا ابطال، جزاكم الله خير. بحبكم جدا في الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.